انكل. يا نعم. خدت البضاعة؟ ايوه خدت. حسابك كام بقى يا سيد؟ الحساب واصل. من امتى يا سيد؟ من ساعة ما حصل. تبنا إلى الله. خليتك بعافية يا سيد. الله يعافيك يا سلطان. مع السلامة يا أرض احفظي ما عليك. البضاعة دي اللي ما اندفعش تمنها هنقيدها ايه في الدفتر؟ قايد عندي. حاضر يا معلم. بضاعة أتلافها الهوى. مش لازم يعني تبقى خبير في الحسابات عشان تعرف تقيد في الدفاتر زي السيد أحمد عبد الجواد. لو عندك برنامج دبل كليك مش محتاج تقيد في الدفاتر، لأنه هيعمل قيود يومية وهيقيد في الدفاتر لوحده. كل المطلوب منك إنك تسجل فواتير البيع وإيصالات استلام النقدي والشيكات وفواتير المشتريات والمدفوعات نقدي وشيكات، وطبعا حركة المخازن. ومع كل مستند من دول البرنامج هيعمل لوحده قيد اليومية. البرنامج هيقيد في الدفاتر من أول اليومية المساعدة ودفتر الأستاذ المساعد ودفتر الأستاذ العام وموازين المراجعة بالمجاميع والأرصدة. كل ده البرنامج هيعمله لوحده. ده كمان هيطلع لك مركز مالي وقائمة دخل وقائمة تدفقات نقدية في أي وقت انت عايزه. دبل كليك مش مجرد برنامج حسابات، دبل كليك برنامج ERP متكامل وشامل. أكيد السيد أحمد لو كان عايش لحد دلوقتي كان استخدم برنامج دبل كليك عشان يقيد في الدفاتر. دبل كليك البرنامج المحاسبي رقم 1.